هو أنا قفلت الباب بتاع الشقة ولا سبته مفتوح؟ طب لو حد دخل البيت دلوقتي؟ طب الغاز يمكن نسيت أقفله، لو انفجر وأنا نايم؟ طب الكهرباء يمكن سبتها مولعة؟ هو أنا إيدي مش نضيفة؟ أكيد مش نضيفة، يمكن مليانة ميكروبات، أنا لازم أغسلها تاني دلوقتي، بس أنا غسلتها من 5 دقايق، بس برضه مش مرتاح. طب هو أنا صليت صح ولا لأ؟ يمكن نسيت ركعة، يمكن قلت كلمة غلط، يمكن دعيت بطريقة ما ترضيش ربنا، أنا لازم أعيد الصلاة تاني. طب لو أنا أذيت حد من غير ما أخد بالي، يمكن وأنا ماشي خبطت حد بالعربية، يمكن جرحت مشاعر حد بكلمة، يمكن أكون مسؤول عن كارثة وأنا مش داري. الأفكار دي مش بتمشي، بتفضل تلف وتعيد وتزيد جواك لحد ما تخلي الإنسان يعيش في سجن جواه. ده مش ضعف إيمان ومش هواجس بسيطة، ده اضطراب نفسي حقيقي بيأثر على ملايين حول العالم. ده اضطراب اسمه الوسواس القهري. في الفيديو ده هنفتح الباب ونشوف يعني ايه الوسواس وايه انواعه، ليه بيحصل، وقصص ناس عاشوا معاه، والاهم ازاي اتغلبوا عليه وكملوا حياتهم. لو انت او حد قريب منك بيعاني، صدقني هو مش لوحده. السلام عليكم. الشك جزء طبيعي من حياتنا، كلنا جالنا في يوم سؤال هو انا قفلت الباب ولا لا، او هو الموبايل في جيبي ولا واقع. المواقف دي عادية، انت كده ما عندكش وسواس، انت كده طبيعي. بنفكر ثواني وبنرجع نكمل حياتنا. لكن في عالم الوسواس القهري الفكرة دي مش بتمشي، الفكرة بتتحول لعاصفة بتفضل تتكرر وتلف لحد ما تخلي الانسان اسير ليها. الوسواس القهري او OCD Obsessive Compulsive Disorder هو اضطراب نفسي بيخلي الشخص يعيش في حلقة متكررة ما بين وسواس وأفعال قهرية. الوسواس هي الأفكار أو الصور أو الدوافع اللي بتدخل دماغه غصب عنه، أفكار مزعجة غريبة أحيانا ومش بتروح بسهولة. أما الأفعال القهرية فهي الحركات أو الطقوس اللي بيعملها عشان يقلل القلق اللي جاي من الأفكار دي. خلينا أديك مثال. واحد عنده وسواس النظافة، يجيله إحساس إن إيده مش نظيفة أو فيها جراثيم، يغسلها مرة القلق ما يروحش، يغسلها تاني وتالت ورابع ومليون، ومع كل غسلة الإحساس بالراحة يفضل ثواني قليلة، بعدين إحساس إن إيده لسه مش نظيفة يرجع أقوى من الأول. يبقى خايف يلمس أي حاجة في دماغه إنها ممكن توسخ إيده. ممكن يفضل واقف ساعة أو ساعتين قدام باب الحمام خايف يقرب له أو يفتحه عشان بس إيده ما تتلوثش تاني. في الآخر إيده ممكن تتجرح من كتر ما دعكها أو غسلها والوسواس لسه موجود. ممكن كمان شخص قافل الباب قبل ما يخرج، في الطريق الصوت الداخلي يبدأ يقول له يمكن الباب مفتوح، يمكن حد دخل وسرق البيت، يمكن أنا السبب. يرجع يتأكد تاني، يقفله ويطلع، بعد دقيقة نفس الصوت يرجع يتكرر. الموضوع بيبقى مرهق، ياخد من وقته ومن طاقته ومن حياته كلها. والأهم إن المريض بيبقى عارف إن الأفكار دي مش منطقية. يعني الشخص عارف إنه غسل إيده، عارف إنه قفل الباب، لكنه مش قادر يسيطر على الشعور بالشك والخوف. وهنا الفرق كبير. الوسواس القهري مش مجرد قلق عابر، ده اضطراب محتاج علاج وفهم. إحصائيات منظمة الصحة العالمية بتقول إن ما بين 2 ل 3% من البشر بيعانوا من الوسواس القهري. يعني من كل 100 شخص حوالينا في 2 أو 3 عايشين في الدوامة دي. ورغم الانتشار ده، ناس كتير لسه فاهمة الوسواس غلط. في ناس تشوفه ضعف إيمان أو كسل أو قلة عقل، لكن الحقيقة ده مرض نفسي زي أي مرض جسدي، زي السكر أو الضغط، مش بإيد الشخص. الوسواس القهري مش بيختار عمره ولا طبقة اجتماعية ولا دين معين. ممكن يصيب طفل في ابتدائي أو شاب في جامعة أو راجل كبير في السن. الفكرة مش في مين، الفكرة إنه ممكن يجي لأي حد. ولازم تفتكر دايما الوسواس مش هو الشخص، الوسواس مجرد جزء صغير بيحاول يسيطر عليه، لكن جوه كل إنسان طبيعي إرادة أكبر بكتير من أي فكرة مهما كانت ملحة أو مزعجة. الوسواس القهري مش شكل واحد، هو ليه وجوه وأنواع مختلفة، كل نوع بيبان في صورة أفكار وأفعال معينة. أشهر نوع هو وسواس التلوث والنظافة. الشخص يحس إن كل حاجة حواليه مليانة ميكروبات، الباب، الفلوس، الموبايل، حتى هدومه، فيغسل ايده مئات المرات في اليوم او يقضي ساعات بينظف البيت. ممكن يوصل لدرجة انه يتجنب الناس او الاماكن عشان ما يحسش بالقرف او الخوف من العدوى. في نوع تاني اسمه وسواس الشك والتأكد، زي اللي قلنا عنه في اول الفيديو، انه يقفل الباب ويرجع يتأكد عشرات المرات، او يطفي البوتاجاز ويشك انه ما قفلوش. ده بيخلي الشخص يعيش في حالة عدم يقين وشك مستمر، كأن عقله مش قادر يصدق اللي شافته عينه. وفي وسواس الافكار الدينية والاخلاقية،
هنا المريض يفضل يلوم نفسه على أفكار بتيجي غصب عنه، فكرة إنه أساء لربنا سبحانه وتعالى، أو إنه غلط في صلاته، أو عمل حاجة حرام رغم إنه في الحقيقة ملتزم جدا. وده من أكتر الأنواع المؤلمة، لأنه بيخلي الشخص عايش في عذاب داخلي ما يبانش للي حواليه. كمان في وسواس العد والترتيب، الناس لازم يرتبوا حاجتهم بطريقة معينة جدا، أو يعدوا خطوات معينة قبل ما يخلصوا أي حاجة. لو الترتيب اختل يحسوا إن الدنيا كلها اتهدت. ممكن تلاقيه يعد خطوات وهو ماشي أو هو طالع السلم، لو العدد اتلخبط لازم يبدأ من الأول. ممكن يقعد يرص الكراسي أو الكتب بطريقة معينة، لو حاجة اتحركت نص سنتي بس يحس إن الدنيا كلها وقعت ولازم يرجع يرتبها تاني. حتى في الصلاة في ناس يجيلهم وسواس العد، يعيدوا الركعات من الأول لأنهم مش متأكدين وصلوا للركعة الكام. الوسواس هنا بيخلي العقل مربوط بفكرة إن لو الحاجة ما تعدتش صح أو ما اتربطتش بالشكل المثالي اللي في دماغه هيحصل كارثة، فيبقى طول الوقت تحت ضغط إنه يعد تاني أو يصحح تاني ويرتب من الأول. وأحيانا يبقى الوسواس على هيئة أفكار عنيفة أو مخيفة، زي يخاف يجي في دماغها إنها ممكن تأذي طفلها رغم إنها أكتر واحدة بتحبه، أو شخص يخاف من فكرة إنه يأذي نفسه. الأفكار دي بتخض جدا، لكن المهم نعرف إنها مجرد أفكار وسواسية مش نوايا حقيقية. باختصار الوسواس القهري ليه صور كتير ممكن تختلف في الشكل، لكن كلها بتتفق في حاجة واحدة، إنها بتسرق راحة الإنسان وتحطه في حلقة مفرغة من القلق والتكرار. بعد ما شفنا الوسواس القهري وأنواعه يجي سؤال مهم، هو ليه بيحصل أصلا؟ إيه اللي يخلي دماغ الإنسان يفضل يزن عليه بالأفكار دي؟ أول حاجة العلماء بيقولوا إن في جزء في الدماغ اسمه الدوائر العصبية مسؤول عن الفلترة، إيه الأفكار اللي ناخدها بجد وإيه اللي نطنشها. في الوسواس القهري الفلتر ده بيبقى معطل، النتيجة الأفكار العادية اللي ممكن تيجي لأي حد بدل ما تختفي تفضل موجودة وتكبر. كمان من الأسباب إن في عامل كيميائي مادة اسمها السيروتونين، ودي ناقل عصبي بين خلايا المخ. الدراسات لقت إن نقص أو خلل في تنظيم السيروتونين مرتبط بشكل كبير بالوسواس، وعلشان كده أدوية معينة بتحسن الأعراض عن طريق تعديل مستوى المادة دي. لكن القصة مش دماغ بس، في كمان جزء وراثي، يعني لو في حد في العيلة عنده وسواس أو أمراض قلق معينة احتماله إنه يظهر عند أولاده بيكون أعلى. مش معناه إنه لازم يحصل، بس الاستعداد موجود. مثلا حد اتربى في بيئة صارمة جدا أو كمان فيها عوامل نفسية وتجارب شخصية مؤلمة، اتعرض لمواقف فقد فيها السيطرة على نفسه، ممكن يطور وسواس، كأن عقله بيحاول يعوض فقدان السيطرة بالتحكم الزايد في تفاصيل حياته. بداية الوسواس ساعات بتحصل بعد صدمة كبيرة، وفي كمان عوامل حياتية وضغط عصبي، فقدان شخص أو مرض خطير أو حتى ضغط جامد في الشغل أو الدراسة. العقل وقتها بيولد الوسواس كوسيلة دفاع، بدل ما يحمي بيقيد. المهم نفهم إن الوسواس مش قلة إيمان ولا ضعف شخصية، هو مزيج من بيولوجيا وراثة وتجارب معينة. يعني اللي عنده وسواس مش ذنبه، هو مريض محتاج علاج ودعم، مش لوم ولا أحكام. بعد ما عرفنا الوسواس القهري وأسبابه، السؤال الطبيعي هل في علاج؟ والإجابة أيوة في علاج، ومش بس كده، في ناس كتير اتعافت ورجعت تعيش حياة طبيعية. أشهر طريقة هي العلاج السلوكي المعرفي Cognitive Behavioral Therapy، وخصوصا جزء منه اسمه التعرض ومنع الاستجابة. الفكرة ببساطة ان المريض يتعرض تدريجيا للأفكار او المواقف اللي بتثير الوسواس، بس من غير ما يعمل الطقوس اللي متعود عليها. يعني لو بيغسل ايده 20 مرة في الساعة يدي لنفسه وقت يفكر ويمشي بخطوات عملية انه يقلل عدد المرات لحد ما يوصل للمعدل الطبيعي، ويكتب هو غسلها كام مرة في كل ساعة. ومع التكرار المخ يتعلم ان الخوف مش هيحصل وان الطقوس مش ضرورية. الجزء الثاني هو العلاج الدوائي، أدوية معينة بتشتغل على مادة السيروتونين في المخ وبتساعد على تقليل حدة الأفكار الوسواسية دي. الدكتور النفسي بيحدد النوع والجرعة المناسبة، وغالبا المريض بياخد العلاج فترة طويلة نسبيا، يعني ممكن توصل لحد 2 عشان يحقق نتيجة كويسة. في كمان العلاج الجماعي والدعم النفسي، لما المريض يسمع تجارب ناس شبهه بيحس إنه مش لوحده وإن اللي بيمر بيه مفهوم، وده بيفرق جدا في رحلة العلاج. كمان مهم نذكر إن أسلوب الحياة ليه دور، النوم الكويس والرياضة، تقليل الكافيين، وممارسة التأمل أو تمارين التنفس، زي إنك تاخد نفسك من مناخيرك في 4 ثواني وتكتمه 2 وتطلعه من بقك في 8 ثواني، وده بيساعد جدا على الاسترخاء وإنك تبدأ تتمالك أعصابك. كلها عوامل بتساعد في تهدئة العقل وتقليل التوتر اللي بيغذي الوسواس. الخلاصة الوسواس القهري مش حكم مؤبد، بالعلاج المناسب ممكن يتسيطر عليه ويتعايش معاه، وأحيانا كمان يختفي تقريبا. المهم المريض ياخد الخطوة الأولى ويطلب المساعدة وما
يخافش او يحس بالذنب. في ناس كتير فاكرين ان الوسواس القهري نهاية الطريق، لكن الحقيقة ان في قصص امل ملهمة. خليني احكي لك مثال. شاب اسمه احمد كان عنده الوسواس الغسل والصلاة، كان ممكن يقعد بالساعات في الحمام عشان يتأكد انه طاهر، وكان بيعيد الصلاة كذا مرة. وفي يوم قرر يزور دكتور نفسي وابتدى جلسات علاج سلوكي مع دواء بسيط. بعد شهور بدأ يقلل من الطقوس لحد ما وصل انه يصلي مرة واحدة بس بكل صلاة وبقلب مطمن. النهارده احمد بيحكي قصته لغيره عشان يقول لهم الموضوع مش سهل لكن مش مستحيل. كمان في سارة كانت طول الوقت بتشك في انها عملت حادثة وهي سايقة، كل شوية توقف عربيتها وترجع تشوف. ده دمر وقتها وحياتها، لكن مع العلاج والتدريب على تجاهل الافكار الوسواسية قدرت تعيش حياة طبيعية وتسوق بالراحة. القصص دي بتورينا ان اول خطوة للعلاج هي اعتراف بالمشكلة نفسها، مش ضعف انك تقول انا محتاج مساعدة، بالعكس دي قوة. لو انت مريض وسواس قهري ما تعاتبش نفسك، الافكار دي مش ذنبك، المهم انك تتعلم ازاي تتعامل معاها. خد العلاج بانتظام حتى لو حاسس انك اتحسنت. جرب تمارين التنفس او الكتابة وقت ما تيجي الفكرة الملحة، ده بيساعدك تهدي عقلك. امشي بخطوات صغيرة، كل تحسن بسيط هو انتصار. ولو انت قريب لمريض وسواس ما تسخرش من خوفه او طقوسه، هو مش بيعمل كده بمزاجه. اسمعه وادعمه من غير تدخل في طقوسه، شجعه يكمل علاجه حتى لو زهق. الخلاصة، الوسواس القهري مش سجن ابدي، الناس دي دليل حي ان بالعلاج والصبر ممكن تبني حياة جديدة مليانة راحة وسلام. في نهاية الرحلة دي لازم أقولك حاجة مهمة جدا، أنت مش لوحدك. ممكن دماغك تكون بتديك أوامر غريبة بتخوفك أو بتحسسك إنك مش طبيعي، لكن الحقيقة إن ملايين الناس حوالين العالم بيعانوا من نفس اللي أنت حاسس بيه. الوسواس القهري مش ضعف في إيمانك ومش دليل إنك مجنون، هو مرض نفسي زيه زي أي مرض جسدي زي الضغط والسكر. زي ما قلنا محتاج علاج ومحتاج صبر، وأجمل حاجة إنك تفتكر دايما الأفكار اللي بتيجي في دماغك مش بتعبر عنك ولا بتحدد هويتك. أنت أكبر من أفكارك، انت انسان ليك قيمه وليك حياه تستاهل تعيشها براحه. يمكن يجي في بالك سؤال، هو انا هفضل كده على طول؟ الاجابه لا. العلم والطب دلوقتي متطورين جدا، واساليب العلاج اثبتت فعاليتها مع ملايين الناس، واللي التزموا بالعلاج اتغيرت حياتهم بشكل كامل. لو انت مريض وسواس خد خطوه النهارده حتى لو صغيره، كلم دكتور او ابدا تكتب افكارك عشان تواجهها او شاركها مع شخص قريب منك. لو انت بتسمعني دلوقتي ومش مصاب لكن عندك حد في حياتك بيعاني، خليك جنبه. كلمه انا جنبك ممكن تغير حياته كلها. ولما تقرر انك تتعالج خد خطوات ايجابيه وروح لحد متخصص، حد يكون اهل ثقه. ما تمشيش ورا الضلالات والافكار الكاذبه زي انك تروح لشيخ معين او تجيب حد يقرا تعويذ معينه. كل ده كلام فارغ وافكار مغلوطه عند كل الناس. لازم الناس تفهم ان ده مرض. خلي ايمانك بربنا كبير، ايمانك بنفسك اكبر من وسواسك. خلي عندك يقين ان في اخر الطريق هتلاقي سلام داخلي كنت مفتقده من زمان. واخيرا ما تنساش انك تستحق راحه البال، تستحق تعيش من غير خوف او صراع داخلي، وكل يوم تعديه في رحله العلاج هو خطوه لقدام ونتيجته هتظهر لو مشيت على الطريق الصحيح. ولو استفدت من الفيديو حط لايك عشان الفيديو يوصل لغيرك، واستنى الفيديو الجاي عشان نشوف ما وراء الفكره.